في واحد سمر دايم عيونه تلاحقك من بعيد، تحسين فيه؟ أكيد تحسين. قلبك حاس، صح؟ اضغطي على القلب وعلامة الزايد على صورتي وبقول لك عن طاقته وحرف من اسمه بآخر هالفيديو. رقم الحظ حق اليوم هو 33. اكتبي 33 بالتعليقات علشان نزيد الترابط بيننا. هو شخص وايد يفكر فيك حتى وانت ما تدرين، يتابعك بصمت ويخاف يتكلم، مو لأنه ما يبيك بس لأنه يحس نفسه مو قدك. أمس كتب كلامه من قلبه، رسالة فيها كل شي بخاطره بس ما قدر يرسلها ومسحها. هو للحين يحبك بس محتار وناطر منك إشارة حتى لو كانت بسيطة، وحسيت إن الأيام الجاية بيكون أقوى من خوفه وبيكسر صمته ويفتح قلبه لك. الحين بقول لك أول حرف من اسمه اضغطي على زر الواتساب الأخضر، لأن أول حرف من اسمه نفس أول حرف من اسم ثالث شخص بكشف الاتصال عندك. خلك بروحك وكوني سعيدة معاه. بالتوفيق لك، والخير جاي في شخص كل ما تحاولين تنسينه يرجع يطلع فجأة. مرة تحلمين فيه، مرة تشوفين اسمه، ومرة يمر في بالك بدون أي سبب. تبين الصدق، الطاقة اللي بينكم للحين ما انقطعت. هو للحين يفكر فيج كل يوم، كل ساعة، وكل ما يضحك يتذكرج. الغريب يحاول يمثل إنه نسيج بس كل شيء حواليه يذكره فيج، حتى الأماكن، حتى الأغاني. أنا ما أقول من خيالي، أنا أقرأ الطاقة، وهذه الرسالة وصلتج لأنها موجهة لج. إذا شفتي هالفيديو فهي علامة واضحة، واضغطي على الزر الأخضر إذا تبين تتأكدين إن الكلام عنج. خلينا نشوف. واضح إنه صار بينكم شيء، يمكن زعل، يمكن بعد، بس العلاقة للحين ما انتهت. هو يراقبج، يمكن حتى من حساب وهمي، يتابع كل تحركاتج ويحس بندم لأنج قاعدوا تروحين بعيد وهو للحين واقف مكانه. طلعت لي ورقة الفرص الضايعة وبعدها طلعت ورقة بداية جديدة، يعني لو بيرجع بشروطج انتي، وانتي أقوى من قبل. السؤال الحين، بتعطينه فرصة ثانية ولا بتكملين طريقج بروحج وانتي بكامل قوتج؟ اكتبي الرسالة وصلت لو حسيتي الكلام صوب قلبج، واحفظي الفيديو يمكن تحتاجينه في يوم، وسوي لايك وشاركيه مع اللي تحسين انها تمر بنفس الشعور. في شيء كبير بيصير لك خلال 3 أيام وبيخلي حتى اللي ما يتذكرك يرجع يفكر فيك. تحس فجأة الدنيا تمشي لصالحك، وحتى اللي حولك بيلاحظون التغيير في طاقتك. اضغط على القلب وخله يصير أحمر، واضغط على الزائد اللي تحت صورتي، أول علامة. فرصة من حيث ما تدري بتوصلك، بس جرب تكتب أنا مستعد تحت وتسوي لايك، لأنه هالحركة تربط طاقتك مع شيء أقوى منك. بس لا تتجاهلها، لأنه الفرصة إذا ما خذيتها ممكن تروح لشخص ما يستاهلها. ثاني علامة، بيوصلك خبر أو رسالة من شخص للحين له مكان بقلبك، بس بيصير هالشيء إذا شاركت الفيديو مع أحد يهمك. وإذا أول تواصل جاك من رقم قديم، خذها كإشارة من الكون إن التغيير بدأ. اضغط متابعة عشان تظل متصل بهالطاقة، واحفظ الفيديو لأنه يمكن يكون نقطة التحول في حياتك. ترى لا تطنشين، الشخص اللي يشاركك حياتك صار ينجذب لامرأة ثانية، وأنا جايب لك كل التفاصيل وبقول لك شنو قاعد يصير بيناتهم. تبين تعرفين كل شيء. عشان تجيبين هالمعلومة اضغطي على الزر الأزرق فوق صورتي، بعدين على النجمة لين تصير مضيئة. هو يظن إنك ما تلاحظين وما يدري إنك قريبة من اكتشاف كل شيء. هو كان يتكلم مع واحدة ثانية وبدوا يخططون للقاء قريب، وكل هذا قاعد يصير قدام عيونك، وأنا جاي أكشف لك من هي هذه المرأة وشنو يقول لها. عشان تعرفين إن هالرسالة مو مصادفة، شوفي أول شخص عندك في جهات الاتصال. إذا كان رجال هالرسالة لك. تودين تعرفين كل شيء؟ ركز معي وتبعي التعليمات. اكتبي تعليق تقولين فيه أؤمن بالكون وبقوانينه، بعدين اضغطي على زر المشاركة الأخضر. إذا أول شخص عندك في جهات الاتصال نفس أول حرف من اسم هذه المرأة، فكل شيء راح ينكشف قريب. هي تسعى بكل الطرق عشان تفرق بينكم، فخليكي واثقة إن الكون راح يساعدك ويشيل هالمرأة وكل طاقتها السلبية عن حياتك للأبد. أنت على وشك تدخل مرحلة جديدة في حياتك، تغييرات إيجابية بتصير في الأيام الجاية. حط قلبك وعلامة الإضافة على صورتي عشان تجذب الحظ السعيد هالشهر. لا تنسى تحتفظ بالفيديو وتستخدم هالصوت. الفرص العظيمة جايه لك، ما في شي بتخسره بس بتكسب أكثر. عندك 3 دقائق فقط. يوم الخميس بيكون مليان فرح ونجاح. استخدم هالصوت عشان تحقق أمنياتك، ممكن يكون سري. اكتب نعم في التعليقات عشان تثبت إنك تشوف هالفيديو الحين. شهورك الجاية بتكون مليانة تحولات إيجابية ونجاحات كبيرة. اكتب نعم عشان تأكد ما فاتك شيء.
الطاقة الإيجابية جاية لك. مريت بالكثير، والحين وقتك تبدي تحقق أهدافك. في شخص بيتواصل معاك وبيعرض عليك فرصة رائعة. خلال 30 دقيقة بتجيك أخبار حلوة تغير مجرى حياتك. الفلوس بتجيك من أماكن ما كنت تتوقعها. كل شيء كنت تحلم فيه بيصير حقيقة. البركة في طريقها لك، والدليل إن هذا الفيديو لك هو إنه لما تضغط على الزر الأزرق أول شخص بيظهر هو شخص عزيز عليك. الحين وقتك تبدأ فصل جديد، هذه علامتك. اليوم في الساعة 10:30 مساء سيقوم الكون بإجراء نداء مباشر إلى روحك. قد تتحقق أمنيتك أسرع مما تتخيل، ولكن من الضروري تأكيد حضورك. انقر على رمز القلب والجمع في صورتي لجذب الطاقة الجيدة هذا الشهر. اضغط على الزر الأخضر وشاهد بعناية. اتصالك الثاني يهتز بشكل إيجابي بالنسبة لك. علق أنا أثق واستعد للبركة. وتجرؤ على تجاهل هذا التنبؤ. انقروا على رمز القلب والعلامة زائد في صورتي لجذب الطاقة الجيدة. ستتمكن من فتح سلسلة من البركات التي كانت مقفلة مسبقا. الكون مستعد لمكافأتك، لكنه يحتاج إلى موافقتك. اضغط على الزر الأخضر وشاهد بعناية. إن اتصالك الثاني يفتقدك ويهتز بشكل إيجابي بالنسبة له. مخاوف المال تقترب من نهايتها. سيؤثر تدفق مالي مبارك على حياتك ويغير واقعك. اليوم في الساعة 10:30 مساء سيقوم الكون بإجراء نداء مباشر إلى روحك. قد تتحقق أمنيتك أسرع مما تتخيل، ولكن من الضروري تأكيد حضورك. انقر على رمز القلب والجمع في صورتي لجذب الطاقة الجيدة هذا الشهر. اضغط على الزر الأخضر وشاهد بعناية. اتصالك الثاني يهتز بشكل إيجابي بالنسبة لك. علق أنا أثق واستعد للبركة. نقطة تحول في حياتك العاطفية قادمة. أحد الأشخاص من الماضي على وشك العودة، ومعه شيء خطير ليخبرك به. لكن هذا الوحي لا يأتي إلا لأولئك الذين لديهم الشجاعة للمس قلوبهم والنقر على المزيد. التعليق: أنا أقبل الحب الحقيقي. انقر على الزر الأخضر وشاهد اسم جهة الاتصال الثالثة. لقد فكر هذا الشخص فيك اليوم، والكون يحاول أن يظهر لك ذلك. نقطة تحول في حياتك العاطفية قادمة. أحد الأشخاص من الماضي على وشك العودة، ومعه شيء خطير ليخبرك به. لكن هذا الوحي لا يأتي إلا لأولئك الذين لديهم الشجاعة للمس قلوبهم والنقر على المزيد. التعليق: أنا أقبل الحب الحقيقي. انقر على الزر الأخضر وشاهد اسم جهة الاتصال الثالثة. لقد فكر هذا الشخص فيك اليوم، والكون يحاول أن يظهر لك ذلك. اليوم في الساعة 10:30 مساء سيقوم الكون بإجراء نداء مباشر إلى روحك. قد تتحقق أمنيتك أسرع مما تتخيل، ولكن من الضروري تأكيد حضورك. انقر على رمز القلب والجمع في صورتي لجذب الطاقة الجيدة هذا الشهر. اضغط على الزر الأخضر وشاهد بعناية. اتصالك الثاني يهتز بشكل إيجابي بالنسبة لك. علق أنا أثق واستعد للبركة. ترى هو للحين مو ناسيك، بس يسوي نفسه قوي عشان ما يبين ضعفه. كل يوم يطالع صورتك، وكل ليل يفكر شلون يرجع يكلمك. كان بيكتب لك بس تراجع لأنه متأكد إنك زعلانة. بس أنا أقول لك هو يحنه، وقلبه للحين متعلق فيك. يحاول يقنع نفسه إنه نسى، بس روحه مربوطة فيك. يحلم فيك ويفتقد سوالفك وضحكتك. أنا جدة الطاقة، وحفيداتي يعرفون. إذا ضغطتي زر المتابعة فوق صورتي وبعدين كبستي على القلب وخليتيه أحمر واكتبي لي تحت أحس بك يا جدتي، تبين تتأكدين إن الرسالة لك. شاركي الفيديو على واتساب وشوفي ثاني اسم يطلع لك. إذا كان رجل فهذه علامة واضحة من القدر. لا تطوفين الفرصة، اضغطي متابعة وخلي الطاقة توصلك صح. إذا خليتي الصوت خاص 28 دقيقة راح توصلك مفاجأة منه بتخلي قلبك يطير. صدقيني هو للحين يحبك وبيوصلك خبر منه ما توقعتيه. الاعتراف قريب وبيفتح قلبه لك مثل أول وأكثر. إذا تبين يتغير كل شيء اكتبي أنا مستعدة في التعليقات، وخلي الكون يشتغل لصالحك، لأن بكرة يمكن تصير معجزة. هناك امرأة من السماء تريد أن تعطيك رسالة. هل تقبل؟ بوتس القلب. علق أقبل. إنها تطلب منك أن تعتني بمنزلك وبشخص مميز. اتبع هذا الملف الشخصي الآن وانقر على مشاركة. جهة الاتصال الثالثة هي من يجب عليك حمايته. في شخص مرتبط بس قلبه مو عند شركة، قلبه عندك أنت. تبيني أقول لك من هو؟ اضغط على علامة الزائد تحت صورتي وحط قلب. هالشخص كل يوم يمر يحاول يقاوم مشاعره بس يفشل. كل مرة يشوفك ينبض قلبه بطريقة ما يفهمها. يحس إنك مختلف، إنك الشيء اللي ناقصه من زمان.
ترى هو مو سعيد بعلاقته، يحس إنك الشخص اللي يقدر يفهمه، الشخص اللي يبيه يسمعه بدون ما يحكم عليه. ولعلمك هو مراقبك بصمت، ويمكن حتى تلاقينه بتعليق أو لايك قديم، بس ما قدر ياخذ خطوة لسه. علق بكلمة قدر عشان تجذبه أكثر وتخلي طاقتك توصله، ولو سويتها راح أبشرك قريب. اضغط مشاركة، وأول اسم يطلع لك يحمل أول حرف من اسم اللي يحبك بصمت. وصدقني مو صدفة، هو نفس الحرف، نفس الشخص. هالشخص بيظهر لك خلال 15 إلى 20 يوماً، وبيكون قدامك خيار: تكمل وتخلي قلبك يقوده، أو ترجع وتخليها يروح مرة ثانية. بس تأكد هذه الفرصة ما راح تتكرر. تدرين إنك هاليومين ما تطلعين من بال اثنين؟ إي والله، في اثنين يفكرون فيك ليل نهار. الأول طويل ونحيف، ستايله غريب شوي، ما يلفت من أول نظرة، بس قلبه كبير ويحملك بعيونه لو عطيه فرصة. يمشي بثقة كأن الأرض تحس بخطواته. والثاني ممتلي شوي، ضحكته دايم حاضرة، بس فيه شيء غامض. إذا سكت الكل يسأل وش فيه، وإذا تكلم يخلي الكل ينصت. وتقولين لي وين الوسيم؟ أقول لك ما له داعي الوسيم إذا اللي قدامك يفهم قلبك قبل لا تفهمين نفسك. لا تستعجلين، أنا بنت الرؤية موجودة علشان أفك هاللغز عنك. واسمعي، الاثنين يبوونك بس نواياهم تختلف. تبيني أفتح لك الورق؟ اضغطي على زر المزيد فوق صورتي وحطي لايك وخلي قلبك يصير أحمر، واكتبي بالتعليقات: أنا أستقبل هالرسالة من الكون، شكراً بنت الرؤية. وتسألين كيف أعرف الرسالة لي؟ سهلة، شاركي المقطع على الواتساب وشوفي ثاني اسم يطلع لك. إذا بنت فهذه رسالة من القدر وصلت لك. الحين نرجع لهم. الأول قلبه صادق، ناوي على نية الزينة، شايفك قد الدنيا ويبغى علاقة جدة. لو قربتي له ما يتركك، بيكون دايم ظهرك ويعيش معك الحلو والمر. والثاني جاي من الماضي، شخص كنتي تتمنين يكمل المشوار بس ما صار نصيب، وفي قلبك له زاوية ما انمسحت. أدري إنك محتارة، بس إحساسي يقول إن الأول هو الطريق الصح. وإذا تحسين نفس الشيء اكتبي لي تحت. أنا أختار اللي يختارني بقلبه مو بس بكلامه. ولا تنسين تابعيني علشان توصلك الرؤية الجاية، يمكن فيها الجواب اللي تنتظرينه من زمان. في واحد دايم يضحك ودايم يبين إنه عايش حياته، بس وراها سالفة ما حد يدري عنها. يتواصل مع كذا وحدة، بس يوم يهدى الليل ما يفكر إلا فيك. يحاول يتهرب من إحساسه، بس كل مرة يرجع لك غصب. تدرين ليش؟ لأنك غير، أنت شي ما حصله عند غيرك. تبين تعرفين من هو؟ ادخلي على البروفايلي وشوفي الفيديو، راح أقول لك كل شي ما وده يطلع، بس تجهزي لأن الكلام الجاي بيغير نظرتك له كله. في واحد دايم يضحك ودايم يبين إنه عايش حياته، بس وراها سالفة ما حد يدري عنها. يتواصل مع كذا وحدة، بس يوم يهدى الليل ما يفكر إلا فيك. يحاول يتهرب من إحساسه، بس كل مرة يرجع لك غصب. تدرين ليش؟ لأنك غير، أنت شي ما حصله عند غيرك. تبين تعرفين من هو؟ ادخلي على البروفايلي وشوفي الفيديو، راح أقول لك كل شي ما وده يطلع، بس تجهزي لأن الكلام الجاي بيغير نظرتك له كله. في شخص مرتبط بس قلبه مو عند شريكه، قلبه عندك أنت. تبيني أقول لك من هو؟ اضغط على علامة الزائد تحت صورتي وحط قلب. هالشخص كل يوم يمر يحاول يقاوم مشاعره بس يفشل. كل مرة يشوفك ينبض قلبه بطريقة ما يفهمها، يحس إنك مختلف، إنك الشيء اللي ناقصه من زمان. ترى هو مو سعيد بعلاقته، يحس إنك الشخص اللي يقدر يفهمه، الشخص اللي يبيه يسمعه بدون ما يحكم عليه. ولعلمك هو مراقبك بصمت، ويمكن حتى تلاقينه بتعليق أو لايك قديم، بس ما قدر ياخذ خطوة لسه. علق بكلمة قدر عشان تجذبه أكثر وتخلي طاقتك توصله، ولو سويتها راح أبشرك قريب. اضغط مشاركة، وأول اسم يطلع لك يحمل أول حرف من اسم اللي يحبك بصمت. وصدقني مو صدفة، هو نفس الحرف، نفس الشخص. هالشخص بيظهر لك خلال 15 إلى 20 يوماً، وبيكون قدامك خيار: تكمل وتخلي قلبك يقوده، أو ترجع وتخليها يروح مرة ثانية. بس تأكد هذه الفرصة ما راح تتكرر. تدرين إنك هاليومين ما تطلعين من بال اثنين؟ إي والله، في اثنين يفكرون فيك ليل نهار. الأول طويل ونحيف، ستايله غريب شوي، ما يلفت من أول نظرة، بس قلبه كبير ويحملك بعيونه لو عطيه فرصة. يمشي بثقة كأن الأرض تحس بخطواته. والثاني ممتلي شوي، ضحكته دايم حاضرة، بس فيه شيء غامض. إذا سكت الكل يسأل وش فيه، وإذا تكلم يخلي الكل ينصت. وتقولين لي وين الوسيم؟ أقول لك ما له داعي الوسيم إذا اللي قدامك يفهم قلبك قبل لا تفهمين نفسك.
لا تستعجلين، أنا بنت الرؤية موجودة علشان أفك هاللغز عنك. واسمعي، الاثنين يبوونك بس نواياهم تختلف. تبيني أفتح لك الورق؟ اضغطي على زر المزيد فوق صورتي وحطي لايك وخلي قلبك يصير أحمر، واكتبي بالتعليقات أنا أستقبل هالرسالة من الكون، شكراً بنت الرؤية. وتسألين كيف أعرف الرسالة لي؟ سهلة، شاركي المقطع على الواتساب وشوفي ثاني اسم يطلع لك. إذا بنت فهذه رسالة من القدر وصلت لك. الحين نرجع لهم. الأول قلبه صادق، ناوي على نية زينة، شايفك قد الدنيا ويبغى علاقة جدة. لو قربتي له ما يتركك، بيكون دايم ظهرك ويعيش معك الحلو والمر. والثاني جاي من الماضي، شخص كنتي تتمنين يكمل المشوار بس ما صار نصيب، وفي قلبك له زاوية ما انمسحت. أدري إنك محتارة بس إحساسي يقول إن الأول هو الطريق الصح. وإذا تحسين نفس الشي اكتبي لي تحت. أنا أختار اللي يختارني بقلبه مو بس بكلامه. ولا تنسين تابعيني علشان توصلك الرؤية الجاية، يمكن فيها الجواب اللي تنتظرينه من زمان. بنص الشهر الجاي بيكون التغيير الكبير في حياتك. ويكنداتك ما راح تصير مثل قبل، بتصير مليانة مفاجآت حلوة ولحظات تخلي قلبك يفرح. بس انتبه، إذا طنشت هالكلام ممكن تمر عليك أيام ثقيلة وحظك يعاندك بكل شيء. أما إذا كملت للآخر واحتفظت بهالكلام فكأنك فتحت باب لفرص ما تتكرر. بتبدأ تلاحظ إشارات صغيرة وبعدين توصلك أخبار حلوة واحدة ورا الثانية. قريب وايد بيجيك دعم ما كنت متوقعه، يمكن من شخص قديم بحياتك أو اسم دايم تشوفه بس ما خطر ببالك. خلال 72 ساعة بتبدأ رحلة جديدة فيها راحة واستقرار وسعادة. والأحلى من جذي بتحس براحة نفسية ورضا ما حسيت فيهم من زمان. إذا كنت تحس إن الجايات أحسن اكتب تحت يا رب اجعلها بداية خير، وشارك هالكلام مع اللي تحبهم. ولا تنسى، أقرب لحظة للفرج هي اللحظة اللي تحس فيها إن كل شيء تأخر. استعد، الجاي أحلى من كل اللي راح.